الدرس الأول للصف الأول الثانوي: الحضارة والتاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال أولى ثانوي، أهلا وسهلا بيكم في أولى محاضرات التاريخ للصف الأول الثانوي. طبعا الحمد لله على السلامة، خرجنا من الإعدادية، كبرنا وبقينا في أولى ثانوي، وإن شاء الله بإذن الله هيبقوا أحلى 3 سنين في حياتك. طيب نبدأ النهاردة إن شاء الله. أول درس معاكم ياسر بدر، مدرس التاريخ في مدرسة السعيدية. نبدأ النهاردة بإذن الله أول درس، وقبل ما نشتغل عايزين نعرف إحنا عندنا كام درس. المنهج بالنسبة لنا في الترم الأول عبارة عن 9 دروس. الدرس الأولاني والثاني والثالث درس حضارات، يعني الوحدة الأولى بتتكلم عن الحضارات، الوحدة الثانية بتتكلم عن تاريخ مصر، هتكلم عن ال30 أسرة، وهيبقى أحلى سنة بالنسبة لك لأن حضرتك هتاخد كل حاجة تقريبا عن المصريين قدماء اللي أنت لازم تبقى تعرفه. وخد بالك الكلام ده مش عشان خاطر أولى سنة وإن شاء الله أنت هتنجح وهتقفل بإذن الله، بس الكلام ده ليك أنت والمستقبلك، انك تبقى عارف تاريخ بلدك. ربنا كرمك وسافرت، تفتخر لما انت بتروح اي حته تقول انا مصري، قدماء المصريين، الفراعنه، الاهرامات، كل ده هتبقى عارفه، فكل ده هيفيدك ان شاء الله في حياتك بعد كده. نبدا ونتكلم. اول درس عندنا اسمه الحضاره والتاريخ. في مشكله حبايبنا هتقابلنا في اولى ثانوي، اول مشكله وهي مشكله صعبه شويه. المشكله اللي هتقابلنا ان انت في ثالثه اعدادي كنت بتحفظ المنهج حلو قوي، بتروح تقوله وتقفل. في اولى ثانوي لا، لازم تفهم 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 بعد كده تحل. فكره انك تحفظ هتبقى مشكله صعبه، وهتيجي تفهم وتيجي تحل هتلاقي نفسك بتغلط، ده عادي جدا. مره مع الثانيه مع الثالثه هتتعود على النظام الجديد، لكن فكره ان انا احفظ الدرس كله واجي اسمعه الكلام ده اتلغى خلاص. فاحنا لازم نفهم معنى كل كلمه. اول درس عندنا بيتكلم عن الحضاره والتاريخ. طيب قبل ما اتكلم عن الحضاره والتاريخ واعرف يعني ايه الحضاره وايه التاريخ وايه الفرق بين كلمه حضاره وايه الفرق بين كلمه تاريخ. اولا الانسان اول ما ربنا خلقه سبحانه وتعالى كان ساكن فوق الهضاب. الانسان اللي ساكن فوق الهضاب دوت كان عنده، هحكي لكم قصه صغيره كده. الانسان ده كان عايش حياه اسمها حياه تنقل وترحال. يعني ايه تنقل وترحال؟ الانسان ده جعان، فبيعمل ايه؟ بيمشي يلاقي شجره يقطف الثمره، الشجره مش موجوده يدور على شجره غيرها يقطف الثمره. جعان يلاقي حيوان يجري وراه ويصطاده. دي اسمها حياه تنقل وترحال، عكس كلمه الاستقرار. يبقى التنقل والترحال انا بتنقل من مكان لمكان. التنقل والترحال ما بيعملوش كلمه اسمها حضاره. الحضاره عايزه استقرار. المهم الانسان دوت بيتنقل من مكان لمكان بحثا عن الطعام، الهضبه جفت نشفت، فالانسان ده نزل لقى وادي. وادي يعني ارض زراعيه جنب النهر، وليكن نهر النيل دجله والفرات. لقى ارض زراعيه جنب النهر، فالانسان دوت رمى بذره، شويه ميه، طلعت الزرعه، قعد جنبها مستنيها تطلع وياكلها. بدا يجيب حيوان من هنا وحيوان من هنا ويربيه. استأنس الحيوانات، بدأ يربي الحيوانات اللي احنا بنقول عليها في الزريبة، وبدأ يستأنس الحيوانات، وبدأ يبني عشة صغيرة، بدأ يبني منزل كبير، بدأ حياة اسمها حياة الاستقرار. مستر عمال اقول بنى بنى بنى، عمل مسلة، عمل معبد، عمل بيت، بنى بنى، اخترع بردي، عمل كل اللي هو عمله دوت اسمه حضارة. يبقى كلمة حضارة أي حاجة الإنسان عملها اسمها حضارة. أي شيء، الهرم حضارة، المسلة، المعبد، السبورة دي حضارة، التكييف، الكاميرا حضارة. أي شيء الإنسان عمله حضارة. الحضارة نوعين، يا إما حضارة مادية بمسكها في إيديا، يا إما حضارة معنوية. طب إيه هي الحضارة المادية اللي بمسكها في إيديا؟ أي مسلة، معبد، قلم، سبوره، شاشه، اي حاجه بمسكها في ايديا، اي اختراع الانسان عمله اسمها حضاره ماديه. طب ايه الحضاره المعنويه؟ الفكر اللي الانسان عمله زي اللغه. وقلنا ان الحضاره ليها جانبين، جانب مادي امسكه بايديا، جانب معنوي. طب يعني ايه جانب مادي؟ اي اختراع الانسان عمله، بيت، مسله، معبد، هرم، طياره، تكييف، اي حاجه اسمه جانب مادي. طيب جانب معنوي، اي حاجه الانسان ابتكرها او بدا ينفذها زي العادات والتقاليد، زي الاخلاق، زي اللغه، زي الثقافه. تلاقي كل شعب عنده لغه، ده حضاره معنويه.
تشمل الثقافة، الفكر، الفنون، الأدب، العلوم، اللغة، الطب، الرياضة، كل دي جوانب معنوية. يبقى الحضارة ليها جانبين، جانب مادي بمسكه في إيديا، أي حاجة الإنسان عملها صنعها أمسكها في إيديا، وجانب معنوي أي حاجة الإنسان ابتكرها بفكره. ده بالنسبة للحضارة، وقلنا هي جانبين. يبقى معنى كده إن الحضارة أي حاجة الإنسان عملها حضارة. يبقى الحضارة هي ثمرة مجهود الإنسان، الإنسان تعب وعرق وبدأ ينتج، يتفاعل مع البيئة. يعني ايه يتفاعل مع البيئة؟ يعني ياخد الطمي يعمله فخار، يعني ياخد الشجرة يعملها خشب، يعني ده اسمه تفاعل مع البيئة. الإنسان بدأ يتفاعل مع البيئة ويحسن ظروفه، ظروف مادية ومعنوية. الهدف تعمير الكون، ودي سؤال بتيجي. يبقى هدف الحضارة تعمير الكون، هدف الحضارة تعمير الكون، البناء. أنا ببني عشان أعمر الكون. ده بالنسبة للحضارة. يبقى الحضارة هي مجهود الإنسان. في مؤرخ امريكي، مؤرخ يعني بيكتب تاريخ، اسمه ويل ديورنت، عمل كتاب اسمه قصة الحضارة. عايز اعرف ويل ديورنت اتكلم عن الحضارة ازاي، ودي الشخصية اللي ناخدها النهاردة المهمة، ويل ديورنت. ويل ديورنت عمل كتاب اسمه كتاب قصة الحضارة، وقال لك الحضارة نظام اجتماعي يعين الانسان، يعني يساعد الانسان على انتاج ثقافي. هنقراها وبعد كده نفهمها. الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان على إنتاج ثقافي، توجد علاقة بين الاستقرار والأمن ونشأة الحضارة. يعني إيه يا عم ويل ديورنت؟ الحضارة نظام اجتماعي، يعني إحنا قاعدين كده، بص كده النهاردة وأنت بتتفرج على المحاضرة في البيت، بص كده ركز، أنتوا عندكم حضارة نظام اجتماعي، بابا ماما أنت إخواتك. نظام اجتماعي هيساعدك على انتاج ثقافي. انت قاعد بتتفرج على المحاضره، مخك زاد، معلوماتك زادت، بدأ تبقى اعلى من الاول. طيب هيساعدك على انتاج ثقافي، بس ويل ديورنت قال لك في شرط. قال لك انهاء الاضطرابات والقلق، لازم ما يكونش في قلق واضطرابات. ورقم 2 يكون في امن وامان واستقرار. طب لو حصل كل ده عن ويل ديورنت، قال يحدث ابداع. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا حضاره يعني بناء وتعمير، قلنا الحضاره يعني تعمير الكون. لو بصيت على في حرب كانت شغاله في بين ايران واسرائيل وامريكا، في اللحظه دي الثلاث دول دول ضد الحضاره. هل ايران كانت عماله بيوتها بتقع واسرائيل عماله يترمي عليها صواريخ وبيوتها بتقع، هل الناس دي بتبني وتعمر ولا بيحصل خراب؟ بيحصل خراب. يبقى مفيش امن، يعني في حرب، مفيش امن، مفيش استقرار، مفيش حضاره، الحضاره بتقع. طب بص كده على دوله زي مصر، الحمد لله رب العالمين ما بنخشش حروب. طيب احنا ما بنخشش حروب، المقابل غزه بيوتها بتقع، اليهود بيوتهم بتقع، امريكا السفن بتاعتها عماله تغرق، ايران بيوتها بتقع، واحنا عمالين نبني ونعمر ونشيد ونزود، عشان احنا عندنا كلمه اسمها امن وامان واستقرار. طب هم عندهم اضطرابات، عندهم خوف، عندهم قلق، عندهم صراعات. يبقى ويل ديورنت عمل شرط، الشرط بتاع ويل ديورنت ان ما يبقاش فيه اضطرابات، ما يبقاش فيه قلق وصراعات، يبقى فيه امن وامان واستقرار. ده بالنسبه لمفهوم الحضاره عند ويل ديورنت. تتميز عن الحضاره الاخرى. طبعا الحضاره المصريه القديمه غير الحضاره الفارسيه، غير حضاره بلاد الرافدين، العراق دجله والفرات، غير حضاره فينيقيا، غير حضاره الهند. كل حضاره تتميز بحاجتين. قال لي هويه ثقافيه خصوصيه عقائديه. هويه ثقافيه خصوصيه عقائديه، يعني ايه كلمه هويه ثقافيه؟ يعني عادات وتقاليد وفكر وثقافه. خصوصيه عقائديه يعني دين. يعني انت تلاقي مثلا الحضاره المصريه المعبودات بتاعتها غير حضاره فارس، والمعبودات بتاعت فارس غير حضاره بلاد الرافدين. يبقى كل حضاره ليها خصوصيه عقائديه، كل حضاره ليها ثقافتها، عاداتها، تقاليدها، لبسها. يبقى الحضارات بتتميز مع بعض بالهويه الثقافيه والخصوصيه العقائديه. نخش مع بعض على بدايه الحضارات وانتقال الحضارات، يلا بينا. هنرسم مع بعض خريطة كده شوية. طبعا أنا يعني في الخرايط نص ونص، يعني أنا آداب تاريخ، ففي الجغرافيا شوية في رسم الخرايط، بس إيه هنحاول مع بعض. دي آسيا الصغرى اللي هي تركيا، ده البحر المتوسط، دي اليونان، دي إيطاليا، ده بقية البحر المتوسط، دي قارة أفريقيا، مضيق باب المندب، البحر الأحمر، ادي الخليج العربي، ادي الهند، وادي الصين، وادي بقيه القاره. انا يهمني
البحر المتوسط. انا عايز اعرف الحضارات بدأت فين. انا هرسم لك خط وهمي عشان ما تقولش ان ده خط جرينتش. هاخد خط كده وهمي شويه، ده خط ملوش اي علاقه خالص باللي انا هقوله. هقول ان ده اتجاه ايه؟ شطار، اتجاه الشرق، وده اتجاه الغرب. يبقى ده الشرق وده الغرب. الحضاره بدأت في الشرق، بدأت الحضاره في مصر من اكتر من 4000 سنه قبل الميلاد. بلاد العراق، بلاد الرافدين، العراق. بلاد فارس، ايران، بلاد الفرس. بلاد فينيقيا اللي هي بلاد الشام. يبقى الحضاره بدات في الشرق. الناس دي بتبني وبتعمر وعندها معابد وعندها اهرامات وعندها ابتكارات وعندها كتابه. والناس اللي في الغرب دول عايشين حياه تنقل وترحال، حياه. يبقى دول ما عندهمش حضاره، متخلفين، ودول عندهم حضاره كبيره. حضاره العراق، حضاره الفرس، حضاره فينيقيا، حضاره مصر. يبقى الحضاره بدات في الشرق من 4000 سنه. ثم ازدهرت الاغريق اللي هم اليونان وسيطروا على اهل الشرق، وازدهرت ايطاليا، روما، الحضاره الرومانيه. يبقى الحضاره انتقلت للغرب، وقعدت الحضاره في الغرب الفتره لغايه لما ظهر الاسلام في الجزيره العربيه. طبعا الاسلام لما ظهر انتشر زي الهواء. انتشر الاسلام لدرجه انه وصل لغايه الصين في الشرق، ووصل لغايه الاندلس اللي هي اسبانيا النهارده، والمغرب في الغرب. يبقى الاسلام جري. وطبعا الدوله العباسيه، الدوله الامويه، الدوله الفاطميه، والاسلام سيطر على معظم البحر المتوسط وعمل فتوحات اسلاميه. يبقى الحضاره رجعت في الشرق لزمن الاسلام، وقعدت هناك 1000 سنه، 10 قرون، 1000 سنه الحضاره في الشرق. ثم طبعا الغرب بدأ يتطور، نهضه اوروبيه، والعرب والشرق بدأوا يتخلفوا ويتأخروا، فالحضارة رجعت للغرب اللي هي الوقتي. ان اقول لك اوروبا، فرنسا، المانيا، اسبانيا، اروح الناحية التانية اقول لك الولايات المتحدة، امريكا الشمالية، قارتين. يبقى الحضارة الوقتي موجودة فين؟ هتقول لي في الغرب. يقول لك الحضارة الغربية، المانيا، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، ايطاليا، الحضارة في الغرب. طيب يقول لك دول دول متحضرة، او دول دول عندهم حضارة. احنا دول نامية، يعني متخلفة، يعني ما عندناش صناعة. يبقى الحضارة موطنها الأصلي الشرق. الحضارة زي الطائر موطنها الأصلي الشرق. الحضارة زي الطائر تتنقل من مكان لمكان، طبعا. تستقر الحضارة الآن، أقول له في الغرب. طب الحضارة قعدت في الشرق أكتر ولا في الغرب؟ في الشرق. أدي 4000 سنة قبل الميلاد و1000 سنة بتوع الإسلام. يبقى الحضارة قعدت في الشرق أكتر. ده انتقال الحضارات. نخش بقى على الجزء الثاني من الدرس وهو التاريخ. أهلا بكم يا حبايبي. إن شاء الله هنبدأ النهاردة الجزء الثاني من الدرس الأولاني، الحضارة والتاريخ. وهتكلم عن التاريخ. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الحضارة وقلنا إيه الفرق بين الحضارة والتاريخ. قلت لك الحضارة أي حاجة الإنسان بيعملها، نتاج ما يقوم به الإنسان. طيب التاريخ خد مني كام اسم كده. التاريخ ممكن نقول عليه عصر، ممكن نقول عليه زمن، ممكن نقول عليه الفترة من إلى، ممكن نقول عليه عام أو سنة. كل ده تاريخ. التاريخ مرتبطة بكلمة مهمة أوي 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 أوي. التاريخ مرتبط بكلمة اسمها التدوين. في تدوين في تاريخ، مفيش تدوين مفيش تاريخ. يعني إيه تدوين؟ شطار، يعني الكتابة. يبقى التاريخ مرتبط. في كرتون كده اسمه عائلة قرود. عائلة قرود، راجل ضخم كده عايش في جبال، مع بنته شعرها منكوش، قبل ولد اسمه أنس. ماذا يفعل أنس؟ ماذا يفعل أنس؟ الناس دي كانت عايشة ومحدش يعرف عنهم حاجة. الناس دي اكتشفوا النار، الناس دي تتعلموا، كل ده محدش يعرف عنهم حاجة. فاكرين الحتة لما الراجل التخين دوت دخل في كهف أو مغارة، مسك حتة فحمة سودة وقعد يرسم ابنه، ورسم بنته شعرها منكوش كده، ورسم حماته ست عجوزة وماسكة العكاز، ورسم الكلب بتاع ابنه، وبدأ يرسم أنس. الراجل ده مات. جه ياسر بعد 5-6 آلاف سنة دخل المغارة دي، كان في راجل عايش مربي كلب، حماته ست عجوزة،
مراته شعرها منكوش، عنده بنت شعرها منكوش. انا عرفت كل حاجه عن الناس دي. طب لو الراجل ده بقى ما كانش كتب الكلام ده كله، كنت انا هخش الكهف واخرج وما اعرفش اي حاجه، ما اعرفش ان كان في انسان عايش. يبقى لو ما فيش كتابه وتدوين ما فيش تاريخ، ما فيش كتابه ما فيش تاريخ. طيب انت دلوقتي اتكلمني عن الفراعنه، ايه اللي عرفني ان في فراعنه؟ حاجتين، سايبين لي اثار، سايبين لي نقش، سايبين لي اهرامات، وسايبين لي كتابه. تروح تلاقي المسله الملك كذا، خرطوشه كده على المسله، الملك ده عمل انجازات كذا وعمل كذا واسمه كذا. فانا بقرا، فلما اقرا الكلام ده كله افهم ان كان في تاريخ. يبقى من غير الكتابه مفيش تاريخ. طيب التاريخ مهم؟ طبعا مهم. ايه اهميه التاريخ؟ وخدوا بالكم ده التاريخ اهم ماده في تانية ثانوي، ماده اساسيه. واهميته ان الدوله طبعا فهمت اهميه التاريخ قوي، واهميه الحضاره المصريه واهميه الحضارات، فالتاريخ ليه اهتمام كبير قوي. التاريخ بيعرفني الماضي. تيجي تسالني اي حاجه عن قدماء المصريين، قدماء العراقيين، قدماء الفرس، الاغريق، الرومان، اجاوب ايه يا مستر؟ اصل انا قاري تاريخ، فانا عارف الماضي وافهم الحاضر، الحرب اللي شغاله ليه، اللي بيحصل، الدول عملت ايه. منهج تانية ثانوي مهم قوي وجميل قوي. تمام، كل ده ليه؟ طيب اتوقع المستقبل. اتوقع مش دجل، اتوقع المستقبل. يعني ايران لسه هتعمل في امريكا اكتر من كده، وامريكا هتنهار اكتر من كده، وشكلها هيبقى وحش اكتر من كده. ليه؟ انا عارف ان في حاجه اسمها انحناء الحضارات. خلاص امريكا بتنتهي، امريكا بتقع، فخلاص كله هيجي عليها في الايام اللي جايه، ويحصل فيها حرب اهليه وهتتفكك وفي فتره قريبه جدا. يا مستر انت بتدجل. انا فاهم تاريخ، بتوقع المستقبل. مش توقع يعني دجل، لا يعلم الغيب الا الله، بس انت عشان قاري تاريخ فانت بتعرف تتوقع الاحداث اللي جايه، بتشوفها من التجارب اللي فاتت. ده بالنسبه للتاريخ. يبقى التاريخ بيفيدني في 3 كلمات: معرفه الماضي، فهم الحاضر، وتوقع المستقبل. طيب التاريخ ليه اهميه طبعا، وده سؤال مقالي. الناس اللي بتحب تحفظ، اول سؤال مقالي ومهم قوي بيجي في امتحان الشهر. أهمية دراسة التاريخ. التاريخ بستخلص منه العبرة من تجارب الأمم السابقة. يعني إيه العبرة من تجارب الأمم السابقة؟ أنا عندي مثلا أمة زي اليابان، اهتموا بالعلم. بص اليابان فين؟ طب أمة اهتمت بالفن، يبقى أنا باخد العبرة من تجارب الأمم. أمة زي مثلا غزة أو الشعب الإيراني، لما جه عليهم الحرب ما استسلموش وقاوموا. شفت إيران النهارده بدأت تذل في أمريكا، كانت ممكن تستسلم وتخسر، خلاص كانت انتهت. يبقى انا باخد العبره من تجارب الامم. اتفرج على حرب 6 اكتوبر وعملنا ايه في اليهود سنه 73 واحنا صايمين في 6 ساعات. ده انا باخد العبره من تجارب الامم. اللي يدافع عن ارضه بيكسب، اللي بيحب بلده ويتمسك بترابها ينتصر. تمام. ابراز القدوه الصالحه. القدوه الصالحه اي شخصيه، اي شخصيه اقول قدوه صالحه. زي سيدنا النبي مثلا قدوه صالحه، صلاح الدين الايوبي قدوه صالحه، انور السادات كسب اليهود قدوه صالحه. فلما تلاقي شخصيه قدوه صالحه. الابتعاد عن التعصب، وده جاي في اسئله المقالي، ده جاي في اسئله امتحان الشهر ان شاء الله. ثالث حاجه الابتعاد عن التعصب، وهيجي لك عليه سؤالين في التقييم الاسبوعي للاسبوع الثاني. مهم قوي البعد عن التعصب، وعشان في طلبه بتتلخبط بين الثلاثه. يعني بعد عن التعصب، يعني انا قريت لمؤرخ اوروبي قال لك الحضاره الاوروبيه افضل حضاره والشرق مالهمش فضل علينا. انت انسان متعصب. ليه؟ قال لك لان فضل الحضاره الشرقيه على الحضاره الاوروبيه. دول الحضاره الشرقيه كانت اوروبا لغايه دلوقتي عايشه على جمع الثمار، ده خدوا الحضاره منها كلها من الشرق. انا كده انسان ده متعصب. لما اجي اقول لك ايه، مصر اعظم حضاره، صح، وكل الحضارات الدنيا وحشه، انا انسان متعصب. مصر حضاره عظيمه، والعراق حضاره عظيمه، وفينيقيا والاغريق والرومان، كل دي حضارات كبيره، انا كده انسان مش متعصب. لما بقول لك نادي الاهلي احسن نادي في الكون وكل الانديه وحشه، ايه يا عم؟ لا، نادي الاهلي نادي كبير، والزمالك نادي كبير، والاسماعيلي نادي كبير، كل الانديه كبيره. النادي الاهلي نادي كويس واعلى نادي في مصر، بس النادي الزمالك نادي كويس وعنده بطولات، انا كده انسان مش متعصب. يبقى كلمه تعصب انا افضل من كل، ده اسمه البعد عن التعصب. اللغه بتاعتي، العنصر بتاعي، الدين بتاعي، هو ده اسمه التعصب. لكن لما تدرس تاريخ ما تبقاش متعصب، تتقبل الاخر. طيب الشعور بالمسؤوليه، اي حد يعمل اي حاجه حلوه يبقى عنده شعور بالمسؤوليه.
لقيت واحد بيكتب كده على هرم بحته حديده، اقول له لا كده غلط، ما تبوظش الاثار، يبقى انا عندي شعور مسؤوليه. لقيت واحد بيساعد الناس، عنده شعور بالمسؤوليه. يبقى اي حد بيعمل اي حاجه تفيد المجتمع عنده شعور بالمسؤوليه. طيب، طبعا قلنا بدأت العصور التاريخية باختراع الإنسان للكتابة، الكلمة دي مهمة قوي. نخش على العصور التاريخية ونبدأ نقسم العصور التاريخية، وأحسن من يقراها من الملزمة هنقسمها على السبورة أحسن. يلا بينا ونبدأ نتكلم عن العصور التاريخية. وأنا عندي 4 عصور. أنا هاخد الإنسان من أول يوم كتب فيه، من أول التدوين، من أول كلمة شفناها مكتوبة لغاية الوقت الآن. فأنا هشرح لك العصور كلها من أول الإنسان ما بدأ الكتاب. وقسمنا العصور إلى 4 عصور: عصور قديمة، عصور وسطى، عصور قلنا يعني أزمنة، عصور حديثة، عصور معاصرة يعني الوقت. يبقى عصور قديمة، عصور وسطى، عصور حديثة، عصور معاصرة. وطبعا احنا لما نكون بنتكلم عن التاريخ يبقى احنا محتاجين أرقام. هبدأ أقول لك العصور القديمة بدأت من 4000 سنة قبل الميلاد، يعني من أول ما الإنسان اخترع الكتابة التدوين. قعدت العصور القديمة طبعا يعني 4000 سنة قبل الميلاد. التاريخ قبل الميلاد بيبدأ كبير وبيقل، يعني أول مرة الإنسان يكتب مثلا هنقول 4000 قبل الميلاد، السنة اللي بعديها تنقص 3000 قبل الميلاد أو 3999 قبل الميلاد، السنة اللي بعديها 3998 قبل الميلاد، وابدا اقل لغايه لما اقول لك 1 ميلاديا او 1 قبل الميلاد، وبعد كده 1 ميلاديا، وابدا ازيد. ميلاديا يعني ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، السيد المسيح. يبقى التاريخ بدأ من أول إنسان ما اخترع الكتابة، بدأ من بعيد لغاية ميلاد السيد المسيح. لما اتولد سيدنا عيسى أبدأ أزيد بقى 2 ميلاديا، 3 ميلاديا، 4 ميلاديا، لغاية النهاردة أقول لك 2027 أو 2026 ميلاديا. يبقى التاريخ هبدأه من أول إنسان ما اكتشف الكتابة وأقف ستوب لغاية سيدنا عيسى، ومن أول ميلاد سيدنا عيسى أبدأ أزيد تاني. يبقى التاريخ بيبدأ كبير ويقل وبعد كده يزيد تاني. ده بالنسبة للتاريخ. هقولها لكم بالتفصيل إن شاء الله في الحصة الرابعة بإذن الله. هحكي لكم القصة كلها، قصة كتابة التاريخ. تمام؟ إحنا هنتكلم العصور هتبدأ من 4000 سنة قبل الميلاد، اتولد السيد المسيح، وتنتهي 476 ميلاديا. طيب الفترة دي عصور قديمة. أي حاجة من الكلام اللي أنت هتسمعه ده عصور قديمة. الإنسان اكتشف النار، جمع ثمار، حياة تنقل وترحال، اتعلم الزراعة، بنى أهرامات، معابد، حضارة مصرية قديمة، حضارة فارس، حضارة الإغريق، حضارة فينيقيا، حضارة الفرس. كل ده عصور قديمة. ميلاد السيد المسيح، سيدنا عيسى اتولد 1 ميلاديا، عصور قديمة. بعد السيد المسيح عصور قديمة لغاية سنة 476 ميلاديا. سنة 476 ميلاديا انتهت العصور القديمة. يبقى العصور القديمة ممكن نقول فيها الإنسان تعلم الزراعة أو اكتشف النار أو حياة الاستقرار. طب التنقل والترحال، طب المعابد، طب الأهرامات، طب الفرس، الفراعنة قدماء المصريين، أو العراق، الحضارة العراقية، فينيقيا. كل ده عصور قديمة. بردي بقى، مسلة، أي حاجة عصور قديمة لغاية 476 ميلادية. هقول لك ليه 476 ميلاديا دلوقتي، هحكي لك قصة جميلة قوي. طيب نبدأ من 476 ميلاديا لغاية 1453. كل دي عصور وسطى. من 476 لغاية 1453، يعني ما يقرب من 1000 سنة، دي عصور وسطى. طب ايه قصة 476؟ احكي لك قصة بره المنهج، سنة صغيرة بس مهم.
في دولة اسمها روما، الحضارة الرومانية اللي هي إيطاليا. روما دي سيطرت على البحر المتوسط كله، داير ما يدور، احتلت مصر وفينيقيا وكل البحر المتوسط بقى ملك روما. اسمها الحضارة الرومانية، حضارة روما العظيمة. روما دي سنة 395 كان في امبراطور توفى اسمه الامبراطور ثيوديسيوس. الامبراطور ثيوديسيوس، روما دي كبيرة قوي، وهو على فراش الموت قال لولاده انا هقسم روما نصين، روما الغربية اللي هي ايطاليا والنص اللي حواليها ده كله ابني ياخدها، وروما الشرقية اللي هي النهاردة تركيا اللي هي الدولة البيزنطية اللي هي الدولة العثمانية في ثالثة اعدادي، النص دوت بمصر بكل الحتة اللي ناحيتها ابني التاني. فقسم روما نصين، روما الغربية وروما الشرقية. برضو ليه؟ ايه اللي جاب التاريخ دوت؟ قال لي سنة 476 كم قبائل بربرية من شمال أوروبا دخلت روما الأصلية اللي هي إيطاليا، دمرت روما. ولما اتدمرت روما قلت لك سقطت العصور القديمة. فضلت روما الغربية، روما الشرقية اللي هي تركيا اللي هي الدولة البيزنطية اللي هي القسطنطينية، فضلت روما الشرقية لغاية لما جه واحد مسلم اسمه محمد الفاتح، كان ظاهر الإسلام، وجه واحد عثماني اسمه محمد الفاتح دخل الدولة البيزنطية، روما الشرقية اللي هي تركيا اللي هي الدولة العثمانية، دخلها ودمر القسطنطينية أو دخل القسطنطينية وهزم البيزنطيين وخلاها دولة إسلامية وسماها الدولة العثمانية. الكلام ده سنة 1453، ويوم 1453 سقطت العصور الوسطى. طب العصور الوسطى أميزها بإيه؟ أميزها بعصور الإيمان، يحيى الهلال مع الصليب، عصور دينية، صبغة دينية، لأن الكنيسة في أوروبا، الكنيسة الكاثوليكية كانت مسيطرة على كل شيء في أوروبا. أي حاجة لازم بإذن الكنيسة. عايز أفكر في السماء، ممنوع. الكنيسة رافضة أي حاجة، ممنوع. الكنيسة مسيطرة على كل حاجة، حتى الحروب الصليبية عن طريق الكنيسة، أي حاجة الكنيسة اللي عاملاها. فالكنيسة كانت مسيطرة على كل شيء. الناحية التانية المسلمين ظهر الإسلام، فالمسلمين كانوا مركزين في الفتوحات. فعشان كده بقول لك صبغة دينية، الكنيسة مسيطرة والمسلمين الناحية التانية فتوحات، فكان صبغة ممكن أقول عليها عصور الإيمان. وبيتقال عليها عصور الظلام الأوروبي، لأن أوروبا كانت متخلفة في الفترة ديت. عصور الظلام الأوروبي، حتى هم يقول لك إيه، تحررنا من سيطرة الكنيسة. تمام؟ فممكن أقول عليها عصور الإقطاع. كان في كلمة وحشة جدا اسمها في أوروبا الإقطاع. الإقطاع ده يعني واحد سوء توزيع الأرض الزراعية، يعني 2 3 4 5 عندهم الأرض وكل الشعوب شحاتة شغالة عندهم زي العبيد. إقطاعي. إقطاعي ده راجل كبير عنده أرض كتير قوي قوي وكل الشعب خدامين عنده. ده طبعا كلمة اسمها الإقطاع، الكلمة دي مهمة قوي في العصور الوسطى. يبقى عصور الوسطى سيطرة الكنيسة، ظهر الإسلام، كل ده في العصور الوسطى. طب خد بقى معلومات زيادة مننا عشان تعرف تحل أي حاجة تجيلك في الاختيارات. اختار العصور الوسطى. الخلفاء الراشدين الأربعة، سيدنا أبو بكر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا عمر بن الخطاب، الأربعة الخلفاء عصور وسطى. الدولة الأموية كلها من أول معاوية عصور وسطى لغاية مروان بن الحكم. أي حاجة تسمعها دولة أموية هتلاقيها في التاريخ دوت عصور وسطى. كل الدولة العباسية عصور وسطى، أي حاجة تخص الدولة العباسية عصور وسطى. دولة المماليك عصور وسطى. لو سمعت عن دولة الأيوبية، الدولة الفاطمية، أي حاجة من الدول الإسلامية دي عصور وسطى. أول ما تسمع عن الدولة العثمانية سليم الأول أقول له عصور حديثة، لأن سليم الأول دخل مصر يا حبايبي 1517 بعد التاريخ دوت. تمام؟ يبقى العصور الحديثة تبدأ من 1453 تنتهي 1914، تنتهي بالحرب العالمية الأولى. ياه، يبقى كل تاريخ بينتهي بحروب.
يعني العصور القديمة انتهت بسقوط روما، العصور الحديثة انتهت بسقوط الدولة البيزنطية أو روما الشرقية، العصور الوسطى. العصور الحديثة انتهت بالحرب العالمية الأولى. طب العصور الحديثة، أوروبا خرجت من سيطرة الكنيسة، بدأت تعمل نهضة أوروبية، عملت كشوفات جغرافية، اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح اللي خدتوه في ثالثة إعدادي، اكتشفوا القارات التانية، عملوا كشوفات جغرافية. كشوفات جغرافية أدت نهضة أوروبية. أوروبا عرفت البخار، آلة البخار، بدأت تصنع، طلعت إنتاج كبير قوي قوي قوي. بعد ما الإنسان كان بيشتغل كل حاجة يدوي، بقت أوروبا بتصنع. لما أوروبا بدأت تصنع بقى عندها إنتاج كبير، عايزة تبيعه إزاي؟ تبيعه بالعافية، تروح تسرق الدول تحتلها وتبيع لها غصب عنها وتسرق منها المواد الخام. ده حاجة اسمها الاستعمار الأوروبي. الاستعمار الأوروبي. يبقى أوروبا بدأت بكشوفات جغرافية، لما اكتشفت العالم عندها نهضة، لما نهضت بدأت تعمل ثورة صناعية، بدأت تصنع بكميات كبيرة قوي. زمان كان اي حاجة صناعة يدوية، لو عايز اعمل قلم اقعد فيه اسبوع، لو عايز اعمل قميص اقعد فيه شهر. لا، اوروبا بقى عندها مكن، آلات، فبيعمل انتاج كبير قوي ضخم. الانتاج الضخم دوت محتاج حاجتين: مواد خام ومكان ابيع فيه المنتجات، سوق ابيع فيه. فاوروبا قالت بدال ما نشتغل بشرف احنا هنشتغل باسلوبنا، هنسرق الدول، هنحتلها، نسرق منها المواد الخام ونجبرها انها تشتري المنتجات، زي ما حصل كده في الهند من انجلترا، وزي ما حصل عندكم في ثالثه اعدادي. انجلترا لما احتلت مصر قفلت المصانع المصريه وخلتنا نزرع قطن، تاخد القطن للمصانع بتاعتها وتبيع لنا المنتجات، تبيع لنا اللبس. فهو ده اللي اوروبا عملته، الاستعمار الاوروبي. يبقى 4 حاجات تميز العصور الحديثه: نهضه اوروبيه، كشوفات جغرافيه، ثوره صناعيه، استعمار اوروبي. ودي حاجه وحشه قوي. قامت الحرب العالميه الاولى 1914، انتهت 1918. ولما قامت الحرب العالميه الاولى سقطت العصور الحديثه وبدانا بالعصور المعاصره. العصور المعاصره تبدا من 1914 لغايه دلوقتي. طب العصور المعاصره بيتقال عليها عصور المتناقضات، الشيء وعكسه، عصور حلوه ووحشه، فيها حاجات حلوه وحاجات وحشه. طب تتميز بايه العصور المعاصره؟ قال لي العصور المعاصره فيها 3 حاجات ايجابيه وفيها 3 حاجات وحشه سلبيه، 3 حاجات حلوه و3 حاجات وحشه. طب ايه هما ال3 حاجات الحلوه اللي في العصور المعاصره؟ قال لي صعود الانسان على سطح القمر، يبقى الانسان خرج بره الكره الارضيه في العصور المعاصره. الانسان راح الفضاء في العصور المعاصره، طلع القمر في العصور المعاصره. طيب التحرر من الاستعمار، الدول اتحررت من الاستعمار الاوروبي. يبقى في حاجه العصور المعاصره عالجتها من عيوب العصور الحديثه، اختار الاستعمار الاوروبي. يبقى الاستعمار الاوروبي او الاستعمار عامه الدول تحررت، دي طبعا حاجه جميله. رقم 3 التطور التكنولوجي الهائل، وديكم شايفين الاي اي والجيميناي والسبوره والتابلت والشاشه، تطور تكنولوجي رهيب. تمام. رقم دول 3 حاجات ايجابيه. طب ال3 حاجات سلبيه انتوا بتشوفوها بعينيكم دلوقتي او حاضرينها: الحروب المدمره، ديكوا شايفين الحرب بقى يموت فيها الاف، وشايفين اليهود عملوا ايه في الفلسطينيين. الحرب العالميه الاولى مات فيها ملايين، الحرب العالميه الثانيه ملايين، حروب مدمره. التلوث، وديكوا شايفين الاحتباس الحراري، يعني اوروبا درجه حرارتها النهارده 40، اوروبا دي كانوا يعني لما درجه الحراره تبقى 20 يبقوا فرحانين. اوروبا قاعدين مش عارفين ينزلوا من بيوتهم درجه الحراره 40. فده تغير حراري، احتباس حراري، ده تلوث. تغير المناخ، المطره ما بقتش بتمطر، كل ده تغير مناخ، تلوث. رقم 3 الامراض الخطيره، واخرها كورونا اللي من كام سنه كده، كام سنه قعدت الناس كلها. كل دي عيوب العصور المعاصره. عشان كده بقول عليها عصور المتناقضات، فيها حاجات حلوه وحاجات وحشه. طلابي حبايبي، الحصه الجايه ان شاء الله هنحل على الدرس دوت. اشوفكم على خير، سلام.